بالسيارة، تروحين متنزه تلقين عائلة قاعدة أب وأم وأطفال، تروحين العائلة تروح تتزاور بين أهاليتهم. الأب هذا قبل. هسه المشروع الجديد تفكيك الأسرة عن طريق الخيانة والغيرها، إغراء وغيره، خلى الأسرة مشروع فاشل. خلى أنت الرجال ما مجبور تتزوج وتكون أب صالح لأبنائك. هذا الزوج ليس مدام ما راعى الله، هذا الزوج مو صالح. يعني مو تقولي مثلا صرتي قديمه او انت بعدك بحالاتك، يعني مفروض اذا يشتاق لك الك، هذا مدام من البدايه هو مشتاق للحرام، هذا مو اب صالح ولا زوج صالح ولا رب اسره صالح. ينطق بابا ومن الكلام. وترى غير يعني ترى الرجال ممكن مع الوقت بعدها صار ما يغازل خير شر. هذا باب الدين. طبعا كل من يدق باب رب العالمين ما يخيب ابدا ويسمع الجواب. دربي شو الدين وزي كذا ممكن، عرفتي؟ ماشي، هو التدرج يا ريم فعلا. هذا الكلام احنا من اليوم نقول يا جماعة. أنا أنصحك عن تجربة مريت عليها، كنت أبكي وأنا وأتحسر إنه يغازل، وبعدين اكتشفت إنه بدأ يترك حبة 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 لما تركهم كلهم. يعني هي تقدر تخطي هاي الخطوة، صحيح نقدر نقول بس تخطي هذه الخطوة بالدين. شلون؟ اسمعيني، تقدرين تخطينه بس لا تواجهينه، تقولي لا. أنت الرجال إذا واجهتيه وقلتي له أنت تغازل بيغازل قدامك عيني عينك. هو كلامك صحيح. يعني إذا ما صاد من طريق الدين تبين تنحشين تطلقين كيفك، بس أنت جربي طريق الدين. إذا ما جاء أسوي محاولات بعدين أرفع الراية. أيوة، أنت تجيبيه من طريق الدين، هذا أول حاجة. ثاني حاجة، حتى لو شفتيه غازل سوي روحك ما تشوفين. أنا ما بيخرب بيتك وأقول لك روحي لا تطلقي، لا، أنت أعطيه فرصة مرة مرتين ثلاثة. والله العظيم إن أنا زوج